بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، هنكمل دروس لغة جافا سكريبت. التحقق، عنوان درسنا التحقق من صحة البيانات المدخلة. النهارده هناخد التحكم في طول البيان المدخل بالحقل. بنشوف الكلام ده فين يا جماعة؟ لما بنيجي نعمل مثلا بندخل بياناتنا عشان نعمل ايميل او نعمل اكونت على الفيسبوك. بيقول لي لما اجي اعمل الباسورد او كلمة المرور، بيقول لي ما ينفعش كلمة المرور بتاعتك تكون اقل من 8 حروف. لو دخلت اقل من 8 حروف بيديك رسالة خطأ. طيب ازاي نعمل الكلام ده عملي؟ هنشوف المثال بتاعنا بتاع الكتاب. مديلك هنا حقل ادخل كلمة المرور. اليوزر هنا دخل حرفين بس وعمل سبميت او عمل ارسال، اداله رسالة خطأ بتقول له طول كلمة المرور لا يقل عن 8 حروف. لازم هنا تدخل 8 حروف. لو دخلت اقل هيديك الرسالة دي الاليرت ده. طيب بيتكون ايه من ايه الفورم ده؟ بيتكون من input type بيساوي باسورد، يعني ده نوعه باسورد، وده submit، ودي alert. بتظهر امتى؟ لما المستخدم يدخل كلمة مرور اقل من 8 حروف. طيب اعمل الكلام ده ازاي عملي؟ الكود بتاعها اهو، هنحاول نطبقه عملي دلوقتي. طيب عشان اطبق عملي انا هعمل ستارت. يا اما بتفتح يا باشا النوت باد وتكتب فيه الكود اللي انتوا شايفينه ده، يا اما بفتح برنامج فيجوال ستوديو كود. لو انت مش محمل هذا البرنامج بتفتح النوت باد وتكتب ورايا الكود اللي انا هكتبه دلوقتي. خلاص؟ طيب انا هفتح الفيجوال ستوديو كود وهعمل فايل، نيو فايل، سيلكت لانجويج، هختار لغة HTML. تمام؟ وبعدين هعمل لها سيف، فايل سيف، هسيف الملف على الديسكتوب وهسميه password.html وهعمل سيف. جميل. زي ما اتفقنا ان صفحة ال HTML عشان اكتب قصدي كود الجافا سكريبت ده بيتحط جوه مين؟ جوه كود ال HTML. طيب هفتح تاج ال HTML، ادي فتح التاج وادي غلقه. طيب صفحة ال HTML زي ما احنا اتفقنا بتتكون من هيد وبادي، رأس الصفحة وجسم الصفحة. ادي الهيد، ادي منطقة الهيد، وادي البادي. خلاص؟ طيب جوه الهيد انا بحط مين؟ عنوان الصفحة اللي هو التايتل. تايتل عنوان الصفحة اهو جوه منطقة الهيد. في البادي طبعا احنا كود الجافا سكريبت يا اما بيتحط في منطقة الهيد او في منطقة البادي. طيب احنا هنشتغل جوه منطقة البادي دلوقتي. جميل جدا اهو. هو عمل ايه؟ هو اول حاجة خلى الدايركشن بتاع الصفحة رايت تو ليفت، يعني هيخلي الصفحة عربي اهو، اتجاه الصفحة من اليمين الى اليسار. دايركشن بتساوي رايت تو ليفت. جميل جدا. بعدين هو عمل ايه؟ عمل فورم، نموذج ادخال بيانات. يبقى انا هعمل فورم اهو، ادي الفورم بتاعنا، واقفل الفورم، ادي النموذج بتاعنا. طب الفورم ده اول حاجه اسمه النيم بيساوي فورم 1. جميل جدا. خلي بالك في حاجه مهمه، عامل هنا اكشن بيساوي data.php. معناها ايه الكلام ده؟ الاكشن ده معناها لما بتضغط على زر السبميت بينقلني للصفحه اللي اسمها data.php. خلاص؟ طيب
هقول اكشن بتساوي داتا دوت بي اتش بي. معناها ايه الكلام ده؟ معناه ان المفروض اكون عامل صفحه اسمها داتا دوت بي اتش بي. اعملها ازاي؟ من فايل هعمل نيو، هختار اللانجوج، طبعا معموله بلغه البي اتش بي. تمام، حلو خالص. هسيف فايل، سيف، هسميها داتا دوت بي اتش بي. خلاص، على سطح المكتب اهي، على سطح المكتب، واقول له فايل سيف يس. عملت الصفحه اللي هي الداتا دوت بي اتش بي. معناها اليوزر لما يضغط على سبميت ينقلني مباشره لصفحه الداتا دوت بي اتش بي. حلو خالص. طيب، جوه الفورم عمل باسورد، مربع باسورد، وعمل زر سبميت. هعملها ازاي؟ هقول كده input مسافة تايب بيساوي سبميت، بيساوي باسورد. مربع هحط فيه الباسورد بتاعتي. تمام، والنيم وسماه تكست 1. جميل جدا، حلو. طيب، اعمل فايل وسيف واشوف صفحه الباسورد بتاعتي اللي انا عاملها على سطح المكتب اهي. ادي صفحه الباسورد، هفتحها واعمل ريفرش واشوف هنا عمل لي مربع عشان ادخل الباسورد بتاعتي، بس مش عامل هنا تمييز. المفروض انا هقول له ايه؟ ادخل كلمه المرور. يبقى اجي هنا في الكود، هنا هقول له مثلا كلمة باسورد. يعني المفروض انت تدخل هنا الباسورد بتاعتك. فايل سيف، نروح للصفحة بتاعتنا، ريفرش. هنا بيكتب ايه؟ او بدل باسورد بالعربي هنقول له كلمة المرور عشان احنا شغالين عربي. كلمة المرور. حلو خالص. فايل سيف ونعمل ريفرش. هنا المفروض هتدخل كلمة المرور بتاعتك اللي احنا هنعمل عليها ايه؟ عليها الشرط بتاعنا لازم يدخل كلمة المرور مش اقل من 8 حروف. طيب، خلصنا الباسورد وسميناه، طبعا النيم بتاعه ايه؟ تكست 1. طيب، اللي بعده هنعمل input مسافة تايب، نوعه ايه ده؟ نوعه submit. خلاص، input type submit، واقفل واقول له فايل سيف ونعمل ريفرش. عمل لي زر السبميت. خلاص. طيب نرجع، هنقول له هنا زي ما قايل في الكتاب الفاليو بتاعته، يعني الكلام اللي هيتكتب جوه مربع السبميت، الفاليو هتساوي ايه؟ هتساوي كلمة ارسال. تمام. وبعدين جميل، هنا بيقول لك ايه؟ اون كليك. لما اضغط كليك على زر السبميت هينفذ الفانكشن 1، الداله اللي اسمها فانكشن 1. يبقى انا هنا هقول له اون، بالانجلش اون كليك بتساوي ايه؟ ريتيرن يعني ارجع لي بالقيمه اللي هتطلعها مين؟ الفانكشن 1. تمام، وينفذ الفانكشن 1 ويجيب لي القيمه بتاعتها. طيب، سيمي كولون، وبعدين في الاخر في باك سلاش في الاخر. تمام. ايه معنى الكلام ده؟ معناها لما اعمل كليك على زر السبميت هيعمل ايه؟ هينفذ الفانكشن 1 ويرجع
القيمه اللي هتطلعها الفانكشن 1. حلو خالص، او الاف 1. جميل جدا جدا. وبعدين خلصنا السبميت وخلص الفورم على كده. انتهى دورك يا فورم. طيب ندخل بعد كده هنا هنعمل كود السكريبت بتاعنا، كود الايه؟ الجافا سكريبت. يبقى ببداه بكلمه سكريبت، تمام، وادي الكلوز بتاعتها بتاعت السكريبت. جميل. طيب هنا اقول ايه؟ انا قلت ان السبميت ده لما اضغط عليه كليك هينفذ الفانكشن 1. الفانكشن دي او الداله دي ادي الفانكشن بتاعتنا، هعملها هنا جوه السكريبت. هكتب ايه هنا؟ فانكشن اسمها f1، واعمل القوسين المدورين بتوع الفانكشن، واعمل القوسين المجعدين دول، تمام. خلاص. هنا بقى هكتب الفانكشن بتاعتنا، هقول له ايه؟ f لو ايه يا جماعه؟ لو كانت الفاليو القيمه المحطوطه جوه التكست 1 اللي فيه الباسورد، تمام، اللي موجود داخل الفورم 1 كان اللينس بتاعها طول السلسله الحرفيه بتاعتها كانت اقل من 8، يديني رساله خطا alert طول كلمه المرور لا يقل عن 8 احرف. هنا الفاليديشن بتاعتي او الشرط بتاعي. ايه هو الشرط؟ if كان form 1 dot text 1 dot value، جميل، dot length تمام، كان اقل من 8. تاني، يبقى تاني لو كان اللينس طول او عدد الاحرف، طيب الموجوده داخل مين؟ قيمه الفاليو الموجوده داخل التكست 1. هو التكست 1 ده بحط فيه ايه؟ بحط فيه الباسورد، تمام. الموجوده داخل الفورم 1 كانت اقل من 8، يديني رساله خطا يقول لي طول كلمه المرور لا يقل عن 8 حروف. طيب خلصنا كده الشرط بتاعنا. جميل، ده الشرط. خلاص كده. بعد كده هنقول له يعمل ايه؟ المفروض يعمل alert، تمام، ونحط الرسالة بتاعتنا بتاعت الخطأ اللي هتظهر لليوزر، اللي هي ايه؟ طول كلمة المرور لا يقل عن 8 أحرف. جميل جدا. وبعديها بس في حاجة احنا بس نسيناها، معلش. جملة تمام كده، خلاص. طيب وبعدين هنقول له return false. return ايه؟ false. جميل جدا جدا. خلاص، حطينا الشرط بتاعنا جوه مين؟ جوه السكريبت. طيب نعمل فايل وسيف ونيجي نطبق عملي. ريفرش. هنحط كلمة المرور بتاعتنا مثلا وليكن حرفين فقط. انا مش حاطط 8، انا هحط حرفين بس. اعمل ارسال. ما ادانيش رسالة الخطأ. يبقى هنا في مشكلة. ايه هي بقى؟ نشوف كده. form1.text1.value اللينس اقل من 8، تمام. if كذا. طيب معلش احنا ايه؟
هنشيلها، هنشيل جملة الاف خالص، ونشيل ده ونشيل ده. حلو. طيب احنا عملنا الفانكشن وادي اسمها f1، تمام، وادي قوسين الفانكشن، وادي القوسين دول بتوع الفانكشن. حلو خالص. هنعمل جملة اف بيجي وراها مين؟ الشرط ما بين القوسين دول، تمام، ويجي القوسين المجعدين بتوع الاف، تمام. الاف شبه الفانكشن. هنا بحط الشرط بتاع الاف، وهنا جواب الشرط بتاع الاف. طب هنحط الشرط بتاعنا اللي هو ايه بقى؟ هنقول form 1 dot text 1 dot value dot length تمام. يعني لو كانت القيمة الموجودة في التكست 1 اللي هو الباسورد الموجودة داخل الفورم 1 كانت الطول بتاعها أقل من 8 أحرف، يديني رسالة خطأ، تمام. يعمل إيه بقى؟ هنا جواب الشرط بقى alert وأعمل القوسين بتوعي بتوع جواب الشرط أهو alert، وأعمل دبل كوتيه وأقول طول كلمة المرور لا يقل عن 8 أحرف. ده جواب الشرط بتاعنا عند سيميكولون، تمام، وانتر. خلاص تمام. نعمل فايل وسيف ونروح نعمل ريفرش. هنا هحط 3 حروف، 3 التلاتة أقل من ال8 صح؟ أعمل إرسال. جاب هنا الأليرت بتاعتنا رسالة الخطأ، طول كلمة المرور لا يقل عن 8 أحرف. طيب هحط هنا أعمل ريفرش وأحط كلمة المرور أكتر من 8 حروف وأعمل إرسال. نقلني فين؟ نقلني للصفحة اللي اسمها data.php، لأن أنا قلت له الأكشن بيساوي data.php، يعني لو تحقق الشرط هينقلني للdata.php. خلاص كده يا جماعة. تاني أهو حطيت كلمة مرور أقل من 8 حروف يعني 3، وعملت إرسال اداني رسالة الخطأ طول كلمة المرور لا يقل عن 8 أحرف. جميل جدا. ادي الكود بتاعنا وادي الكود الموجود في الكتاب. احنا طبقنا النهارده ازاي اعمل تشيك على كلمة المرور لو هي اقل من 8 يديني رسالة خطأ زي ما انتم شايفين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.